اتربينا على جملة قارت كتير لحد ما صدقناها. استحملي، انتي ست. اتقالت كأنها حكمة، بس مع الوقت بقت حمل، وبقت ضغط، وبقت قانون غير مكتوب بيطلب من الست إنها تسكت وتكمل وتشيل حتى وهي بتتوجع. كبرنا وإحنا فاكرين إن الشطارة في الوجع، وإن السكوت عقل، وإن الست الكويسة هي اللي ما تشتكيش. بس الحقيقة إن الجملة دي كانت أكبر كذبة اتقالت للستات. قالوا لنا استحملي علشان ما تعمليش مشاكل، علشان البيت يفضل واقف حتى لو انتي اللي بتقعي، علشان الكل يرتاح حتى لو انتي اللي بتتعبي. ومحدش سأل انتي بتستحملي على حساب ايه، ولا قلبك فاض، ولا لسه، ولا طاقتك قربت تخلص، ولا خلاص خلصت الاستحمال. مش دايما بطولة، أحيانا بيبقى خوف، وأحيانا بيبقى تربية غلط، وأحيانا بيبقى قلة اختيار. تستحملي زعيق، تستحملي إهمال، تستحملي قلة تقدير، وتقولي معلش أهو نصيبي. ومرة ورا مرة الاستحمال يتحول لتنازل، والتنازل يتحول لتعود، والتعود يتحول لاختفاء. اختفاء نفسك. وأكتر حاجة مؤلمة إن الست اللي بتستحمل بتضحك قدام الناس وترجع البيت ساكتة، مش عايزة تحكي ولا تشرح ولا حتى تشتكي، علشان اتعلمت إن الشكوى ضعف. مع إن الحقيقة إن الكتمان هو اللي بيكسر، واللي محدش بيقوله إن الست التعبانة ما بتربيش براحة، ولا بتحب براحة، ولا بتدي براحة. الوجع اللي جوه بيطلع عصبية، أو فتور، أو صمت تقيل يحسسوا كل اللي حواليها، بس محدش يشوف سببه. والأولاد من غير ما نقصد بيتعلموا إن الأم لازم تتشال مش تتحب، وإن الست لازم تضحي مش تعيش. بس خليني أقولك الحقيقة، القوة عمرها ما كانت في إنك تشيدي فوق طاقتك. القوة إنك تعترفي إنك تعبانة، إنك تقولي مش قادرة من غير إحساس بالذنب. القوة إنك تحطي حدود وتقولي لأ حتى لو صوتك كان واطي. القوي مش اللي يستحمل كل حاجة، القوي اللي ما يسمحش حد يكسره باسم التحمل. ولو انتي سامعة الكلام ده وحاسة انه عنك، أحب أقولك انتي مش ضعيفة ولا أنانية ولا قليلة الأصل. انتي إنسانة، وللإنسان طاقة، ولما الطاقة تخلص ما ينفعش نكمل وكأن مفيش حاجة حصلت. نصيحتي ليكي ما تخليش حد يقنعك إن وجعك واجب، ولا إن سكوتك فضيلة، ولا إن تعبك شهادة تقدير. اللي يحبك بجد ما يختبرش قدرتك على الاستحمال، يحافظ على قلبك. وافتكري دايما، الست الشاطرة مش اللي تفضل تستحمل، الست الشاطرة هي اللي تعيش وتختار نفسها قبل ما تتكسر.